مش عيب عليكم يا جماعه تبقوا اكلين شاربين مبوظين صفقات لبعض وتسربوا اخباركم لبره؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلب المدفعجيه، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ملعب المدفعجي، وهنبداها بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت تنزل ترزع زرار اللايك الموجود اسفل الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وتدوس كمان سبسكرايب عشان تتابعنا في كل جديد جاي. بالعقل كده يا عم ميدو يا عالمي، لاعب رفض عروض من اوروبا ورفض عروض من الخليج ورفض عروض من جوه المغرب نفسها ورفض عرض من بيراميدز بمبلغ اعلى من مبلغ الاهلي، وقال لك انا عايز اروح الاهلي عشان البطولات والالقاب. هيفكر في نادي الزمالك علشان يروح يلاقي مستحقاته كلها مش عارف ياخدها الا عن طريق الفيفا، وكمان بعد كام سنه. الكلام ده كله طبعا على اللاعب رضا سليم، بس انا عايز احكي لك القصه من اولها. في شخص انتحل شخصيه وكيل اللاعب رضا سليم وراح لاحمد حسام ميدو وقال له انا وكيل اللاعب وجاي اتفاوض للاعب علشان يكون من ضمن صفوف نادي الزمالك الموسم اللي جاي. قام ميدو وداه فندق 7 نجوم وكان اكله وشربه ونومه على نادي الزمالك، لحد ما في يوم الراجل ده اختفى من مصر وما بقاش ليه وجود. طبعا الحوار ده كان نصبايا، ولما عرف ميدو الموضوع دوت اتواصل مع الوكيل الحقيقي للاعب وقال له ان هو عايز يضم اللاعب لنادي الزمالك، لكن فوجئ برد من الوكيل ان اللاعب مخلص كل حاجه مع النادي الاهلي ومضى 3 عقود مع النادي وفاضل له بس عقد واحد وهو بعد الكشف الطبي. طبعا ميدو يمسك نفسه ويسيب الموضوع للنادي الاهلي كده؟ لا ازاي، ده ابن النادي. قام ميدو يدخل من الحته بتاعت محمد الشيبي والموقف اللي حصل معاه مع اللاعب حسين الشحات، وان موقف اداره الاهلي كان سلبي مع اللاعب، واتفاجئ برد تاني من الوكيل بتاع اللاعب رضا سليم وقال له اساسا ان محمد الشيبي ده لاعب بتاع مشاكل ومعروف عندنا في المغرب بالموضوع ده، فقعد يسب ويلعب في اداره الاهلي، واتضح ان وكيل اللاعب بيسجل له الموضوع دوت وبعت الفيديو لاداره النادي الاهلي، واحنا لحد دلوقتي في انتظار رد فعل النادي الاهلي على الموضوع ده. نسيت اقول لك ان العلاقه ما بين احمد حسام ميدو وامير مرتضى منصور مش اللي هي البيرفكت يعني، وده ليه؟ لان امير شايف ان احمد حسام ميدو داخل في القصه بتاعت السمسره دي وعايز يلطش منه شويه من السمسره اللي بياخدها. انما بالنسبه للاعب رضا سليم فعدم وصوله يوم الجمعه اللي فاتت مش بسبب ان الصفقه اتعطلت او حصل فيها مشاكل، اللاعب ما وصلش عشان عنده مشكله في التاشيره بتاعته في الاتجاه لمصر، وان هو متوقع بشكل كبير جدا ان هو يوصل بكره لحد بالليل او يوم الاثنين وبالكتير قوي يوم الثلاث. وبالنسبه ان في ناس بتتدخل ان هي تبوظ الصفقه، فهقول لك في ناديين، نادي الزمالك وطبعا احنا حكينا على الموضوع دوت من شويه والموضوع معاهم فشل، ونادي بيراميدز اللي بيحاول يعلي على النادي الاهلي ويدي اللاعب حوافز اكتر ويغريه بالفلوس علشان ينتقل لنادي بيراميدز. لكن احب اقول لك ان بنسبه 99.9% اللاعب مخلص مع النادي الاهلي وهيكون متواجد ان شاء الله في صفوف النادي الاهلي الموسم اللي جاي. ده ليه؟ لان اللاعب موقع على 3 عقود زي ما احنا قلنا، فاضل عقد اخير بتاع الكشف الطبي، يعني من الاخر اللاعب دوت لو ما راحش النادي الاهلي تعرف ان هو بسبب الكشف الطبي. عدا ذلك هو في صفوف النادي الاهلي الموسم اللي جاي. هدي لك حته كوميديا كده عن نادي الزمالك برضو. احمد نادر السيد ابن نادر السيد الحارس الدولي المعروف طبعا اللي اعتزل من كذا سنه واللي كان بيحرس مرمى نادي الزمالك وكمان منتخب مصر. المهم احمد ابنه ده كان اعاره من نادي الزمالك لنادي فيزيلا البرتغالي. نادي الزمالك طبعا بسبب المشكله بتاعه القيد دي قال لك انا اولى باولادي، وكمان كده كده اسوريو عايز حارس فنجيب له الحارس دوت يبقى من ضمن الحراس بتوع المرمى الموجودين في الفريق. المهم الراجل ده اتقطع اعارته من هناك ورجع على نادي الزمالك، واتفاجئوا ان العقد بتاعه مش متجدد وكمان عقده خلص، وطبعا برضه عشان مشكله القيد مش هينفع ان هم يأيدوه من جديد، واصبح اللاعب في الوقت الحالي فري. والله صدق اللي قال عليكم ان دي مدينه البط. بالنسبه لصفقه المهاجم الجديد ففي كلام طلع الفتره الاخيره وشائعات ان بالوتيلي هو هيكون مهاجم الاهلي الجديد. طبعا الكلام ده مش موجود تماما وعاري تماما عن الصحه، الحوار كله عباره على ان الشركه الراعيه لحقوق اللاعب او الوكيله للاعب بتحاول ان هي تسوقه يا اما في الخليج يا اما في انديه شمال افريقيا. من الصعب جدا ان اللاعب ده يكون متواجد في النادي الاهلي ل3 اسباب. السبب الاولاني ان المرتب بتاعه 2 مليون و700 الف يورو، وطبعا هو مستحيل يتنازل عن جزء واحد من المرتب بتاعه. والسبب الثاني ان كولر حاطط شويه اولويات ليه مش من ضمنها انه يكون بالوتيلي موجود في الفرقه. انما السبب الثالث بقى ان لعيب زي دوت مشطب كوره تقريبا من 4-5 سنين، فما ينفعش ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. صدعونا اليومين اللي فاتوا قال لك احنا هنجيب صفقه تهز استقرار النادي الاهلي وهنتعب النادي الاهلي وهنرد على الصفعه بتاعت امام عاشور، بس احب اقول لك ان مفيش لاعب هيخطفوه من النادي الاهلي ولا حاجه، الكلام ده كله كلام في الهوا. وبالنسبه للناس اللي تكاثر عليهم الاقاويل الفتره اللي فاتت زي محمد شريف واحمد عبد القادر، احمد عبد القادر جاي له عرض من سيسكا موسكو الروسي وهو حابب ان هو ياخد تجربه الاحتراف ديت. لحد دلوقتي اللاعب ما جددش للنادي الاهلي ولسه الايام الجايه هنشوف اللي جاي فيها ايه. انما بالنسبه للاعب محمد شريف فجاي له عرض من تركيا بمبلغ 1.5 مليون يورو، واللاعب شايف ان لو العرض كويس ليه يمشي، انما هو اولويته تواجده في النادي الاهلي لكن عايز يضمن مكانه كاساسي في الفريق. بالاضافه ان كولر طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده متمسك بيه جدا ورافض ان هو يمشي من الفريق. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من فيديو اليوم. لو عجبتك الحلقه دوس لايك وسبسكرايب، اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.